انا مش هتكسف على المنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. انا هوريكم كل حاجة على الطبيعة. وقبل اي كلام انا بشكركم من قلبي على دعواتكم الجميلة ليا ومباركتكم ليا على العروسة الجديدة. بصوا يعني خلينا نكيد العوايز دي كمان وكمان وكمان. فشكرا لكم من قلبي بجد، ربنا يجازيكم كل الخير ويا رب يرزقكم بكل اللي تتمنوه من حيث لا تحتسبوا. حطي اللايك بقى كده يا ست الكل، ولو انت جديده اشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكي الفتره الجايه. يلا بينا نقوله بسم الله. وانا مش هتكسف منكم يا اخواتي وهوريها لكم على طبيعتها، ويعني الله المستعان، خليها على الله وزي ما تيجي تيجي بقى. يلا بينا. قبل ما نبدا مع بعضينا يا اخواتي هنبدا من اول الشقه من بره. ويا خساره تعبي حرفيا والله العظيم انا معرفتش افرح في العيد ان شقتي بالمنظر ده. السجاده دي المفروض كانت تروح المغسله وابو عمر اعترض، ففي الاخر كان مصرها ان هي محطوطه هنا بعد ما اترمت حبه حلوين جوه يعني. ودي مفرش رمضان لسه موجود ما شلناهوش. زينه رمضان اللي الحمد لله عيالي بوظوها لسه متعلقه ماشي. والسجاجيد بتاعه الريسبشن متعانه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده مفيش اي حاجه مفروشه خالص. ايه يا لولو 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 في ايه؟ بالراحه ياما انتي فرحانه؟ طب افرحي بس مش كده. لقيت الشبشب بتاعك اسمه شبشب كروكس. كروكس كروكس. بالمناسبه يا اخواتي انا لسه ما خففتش للاولاد لانهم مش بيرضوا يستغطوا هم نايمين، والجو لسه فيه لسعه بروده كده. بس يا بنتي يا ليه في ايه؟ اللي مفرحك قوي كده يا اختي؟ يا رب يفرحك كمان وكمان. خست خالص صح؟ لين اتشفطت. المهم بقى يا اخواتي ان انا كنت شايله فرش الشقه كله زي ما انتوا شفتوا معايا في كل الترتيبات اللي عملتها. وانا عارفه ان في ناس مستعجلين ماشي، بس ما علينا يعني. خلينا نخش على طول كده على الغرفه الكبيره الاول. شكرا يا تويا. تويا بتنور لنا النور. يمكن اللي متابعيني على الفيس كويس وبيشوف اللايفات بتاعتي هيكون شاف الغرفه دي قبل كده ووريتها لهم في اللايف يعني. وانا فاتحه لايف كانوا بيسالوني برضو يعني. بصوا هو انا بيجيلي احساس ان انتم مشككين في مصداقيتي مثلا، اللي هو ايه انتي مش عايزه تورينا او انتي مخبيه عليه. لا والله ابدا. فطبعا مش كل الناس يعني، في ناس معينه بتكتب الكلام بطريقه بتخلي الواحد يصعب عليه حاله. عايزه اقول لكم اقسم بالله ان انا فعلا لو بخبي وبقول لكم الحاجه بس يا بت لا تقع عليك يا بت، بس تقع عليك ببطتك انت واختك. لو انا فعلا بخبي وما بقولش الحاجه على طول وبقولها بعد ما يعني اخلص وابقى مجهزه ومش عايزه اقول لكم هتمشي معايا اخر حلاوه والله العظيم زي ما بقول لكم كده. زي موضوع القناه كده لما اتدمرت فيه، اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب العالمين. ولغايه الان في ناس مش مصدقه ان انا ما اخدتش حاجه، اخدت على قفايا بس. الحمد لله يا اخواتي. المهم بصوا السجاجيد يعني محطوطه هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ماشي. تعالي انت عايزاها تاخديها ليه؟ دي هتشديها وتجري بيها انت يا بت. بصوا عيالي طبعا في ديلي، واقسم بالله يعني عايزه اقول لكم في ديلي في كل حته. انا حرفيا ما بعرفش اعمل حاجه منهم. تعالوا يلا. فيلا بينا بقى نخش على العروسه الجديده. يلا بينا يا تويا نقوله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من ضمن التعليقات اللي جاتني انا حاسه ان هي غرفه عاديه مش غرفه اطفال، هي غرفه شبابي مش غرفه اطفال ولا هي غرفه نوم، هي غرفه شبابي شبابي. يلا نقوله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. صلي يا اختي كده على النبي في سرك كده، خلي البركه. يا اخواتي حاولت ان انا ابعد الكادر شويه عشان الغرفه دي اصغر غرفه في الغرف كلهم، فمش هبقى عارفه ان انا اقف حتى اصور لكم فيها. عايزه اقول لكم ان انا لما بدخلها بحس بخنقه مش طبيعيه. بصوا اصلا انتوا هتتصدموا من اللي انا عاملاه. المهم يا اخواتي بسم الله. يلا نقوله بسم الله. بصوا ادي شكل التسريحه ده كده شكلها اهو.
مش هتكسف ابدا ان انا اوريكم المنظر اللي عندي، بما ان في ناس مشككه فيا، اللي هو انت قعدتي طول الفيديو بتمسحي في دولاب. يا ست الكل، يعني صلي على النبي في سرك، ده انا بعمل حاجه بتضلم من عيالي. وبعدين انا زي ما قلت لكم في الفيديو ان انا يا دوبك يعني قلت هنقل الحاجه وبعدها بيوم او بيومين هكون فرشه الغرفه بتاعتي، فهعرف اصور لكم هنا واكمل لكم الفيديو. بس للاسف لغايه الان الوضع زي ما انتم شفتوه، انا ما خبيتش عليكم جوله من اول الريسبشن لغايه اخر غرفه جوه، يعني ما خبيتش عليكم حاجه بمعنى اصح. ايه يا لولو، بصوا ادي شكل التسريحه، هي كده درجين و اللهم صل على النبي. والدرج ده اللي هو الكبير اللي فيهم. طبعا في حاجات بقى انا حطيتها هنا لسه عايزه تتنضف زي ما كنت قايله لكم. يعني بصوا الرخامه دي انا جربت ان انا امسحها من هنا، هتحسوا ان هي من هنا نظيفه شويه ومن هنا مليانه تراب، يعني شايفين اكيد واضحه صح. بصوا محتاجه تتلمع كده ومحتاجه تزهزه كده. عايزه اشوف لي بقى طريقه التعليقات المسكره اللي جاتني. يا نور لا ما تنضفيش حاجه وسيبيه زي ما هو عشان ما تبوظيش الخشب، كفايه اللي انت عملتيه. بصوا يا بنات هي فيها الشغل اللي انتوا شايفينه ده. هي موديل قديم، بس الموديلات دي موديلات كده يعني مش عارفه، انا بحسها ذوقها حلو، مش عارفه انتوا قولوا لي رايكم برضو. يلا بينا بسم الله. بصوا ادي شكل التسريحه دي، شبابي، غرفه شبابي. طبعا برضو هي مش هتبان متكركبه قوي. وادي شكل الدولاب. بس يا تيه بس اوريها لكم على قد ما اقدر. الخشب تحسوا ان هو فيه تجزيعه كده، ما تحسوش برضو يعني ان هو كده عادي، لا تحسوا ان فيه تجزيعه مقلمه كده، فتحسوا ان هو مدي على اوف وايت شويه، بس لونها مش ابيض صريح. الناس الجميله بقى اللي بتقول لي يا نور ليه جبتي ابيض وليه عملتي ابيض؟ يا ست الكل انا بعشق العفش الفاتح، بحس بفتحان نفس. انا الاوضه البني دي كانت كأباني، كنت حاسه فيها ان انا ببقى مكتومه. انا فعلا بحب العفش الفاتح قوي، ما بحبش الغوامق في العفش. بصوا ادي الغرفه اهي، طبعا هي فيها سيلفر كده. يعني انا بحاول والله اوريها لكم، بس ان شاء الله هاخدكم جوله فيها كامله. بصوا الحاجات، يعني انا مسحت الدولاب ليه يا ست الكل يا قمر، عشان كنت بنقل حاجتي اللي ما كفتش، هتتصدمي من المنظر اللي ورايا. بصوا المنظر، شايفين شكل الدولاب؟ طبعا الدولاب ده اصغر من دولاب غرفتي بكتير، ف يعني فيها طبعا بقى بعض الرتوش اللي قلت لكم عليها في الفيديو دي. تحسوا حاجات كده دي مش بتطلع، دي زي مش عارفه بقى صمغ كل كده، يعني مش عارفه حاجات بتاعه الخشب دي. المهم اهو هي كده. مش عارفه يا تويا انت داخله تلعبي فين؟ يعني في مكان اصلا يتلعب فيه؟ اطلعي بره، روحي العبي في الاوضه بتاعتكم، يلا اخرجي. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. بصوا ده شكل السرير، طبعا برضو محتاج ان هو يتنضف كويس عشان هي مطربه جامد. وادي شكل الرجول بتاعته، هو مش صحاره، وعلى فكره انا عاجبني الديزاين بتاعها جدا. يعني بصوا دي شكل السرير، نفس الشغل اللي في نفس الشغل يعني اللي في الدولاب. اللهم صل على النبي اسمها ايه، الظهر بتاع السرير برضو فيه نفس الشغل اهو. وهو كابوتونيك مش كابوتوني، معرفش. المهم انتوا بتعلقوا على حاجات اقسم بالله بتخلوا الواحد مش عايز ينطق، ولا الواحد عاوز يتكلم، ولا الواحد يفضل واقف مكانه مش عارفه في ايه. يا ستي منطق كابوتونيك ولا كابوتوني ولا اي حاجه، هي هتقول لي لا. المهم يا اخواتي ادي شكل البتاع، هو لونه جراي بس طبعا محتاج يتنضف. نعم لا يما ما تخافيش يا اختي مش موجوده. اهو يا بشر سريرين 2 متر 20 متر 20 اهو. شايفين الشكل؟ طبعا مش هتبقى واضحه لكم قوي يعني بسبب الكعبله اللي في الاوضه. ومعاها كومود واحد بس بين السريرين، وبرده في نفس الشغل بالرخامه بتاعته. بصوا يا اخواتي مش هخبي عليكم ليه بقى وريتكم الاوضه على وضعها ده كده،
عشان في ناس مش صابرين عليا، مش مستنيين لغايه اما اظبط دنيتي وارص حاجتي. انا كاني بعزل من شقه لشقه، انا تقريبا كده لو بعزل من شقه لشقه مش هيبقى ده وضعي، يعني ده كده مش هيبقى ده حالي بالمنظر ده. عايزه اقول لكم ان ملاياتي والفوط وكل حاجه في شنطة السفر، وعندي طرحي وحاجتي مش عارفة، يعني أنا عندي حاجاتي هنا، طرح والحاجات بتاعتي في الشنطة دي. فأنا لما حاجتي كلها في الشنط ومش يعني مش متأقلمة، مش عارفة إن أنا أقعد في الكركبة دي، وصابرة ومستنية وعادي يعني مستحملة. انتوا مستعجلين عليا، مش مديني حتى مساحتي من الوقت. كذا مرة احاول ان انا افهمكم يا جماعة انزلي لو سمحتي يا عشان ده ازاز اللي انت واقفة عليه، ده ازاز. ماشي انا هجيبها لك الكور. حاضر يا ستي، اتفضلي. يلا اطلعي بره بقى. لا هو كده حلو، يلا اخرجي بره بقى العبي بيهم انت، يلا اللي يلم معاها بره. اللهم صل على النبي. كنت هقول لكم ايه؟ انا نسيت كلام قطع مني. نعم يا حبيبي. الله احلى بوسه دول. اطلعي العبي بيهم في الاوضه بره، هي دي الكور. اللهم صل على النبي. في ناس لغايه دلوقتي مش مقتنعين ولا مستوعبين كلامي ان انا بصور لكم الاحداث تعتبر يوميا. يعني انا مش بلحق يا جدعان، وانا خارقه هضرب الارض كده الاقي نفسي فرشت. انا الحمد لله بطولي وسط العيال، وسط الهيصه والزنبليطه دي، والوضع صعب ومحدش فاضيلي، الدنيا تلاهي برضو، كل واحد مشغول بحاله. يعني التمسولي العذر، انا اختكم برضو، يعني التمسولي كده العذر، وربنا يعيننا جميعا. وان شاء الله هتبقوا شايفينها بقى بعد ما تتفرش، وان شاء الله ربنا يقدرنا ويوسع رزقنا ونجيب المراتب، وان شاء الله نجيب كمان فرش لان هحتاج لها فرش جديد، وهنشوف الدنيا ترسى على ايه. انت بتجيب دي ليه بتجيب شنطه العده دي؟ يلا تعالى عشان بابا جاي، يلا اطلع بره، يلا اطلع، يلا عشان هنقفل. فالاوضه دي مقفوله، يلا بره بس. فالاوضه دي مقفوله، فانا يعني حاولت ان انا يعني اوريها لكم على طبيعتها، ومش عاوزه حد يزعل من كلامي، بس التمسولي العذر، اعتبروني اختكم. يعني لو اختك في وضعي او نفس ظروفي او نفس حالتي، هتقعدي كل شويه ماسكه لها الكرباج؟ يعني هتقعدي كل شويه تكربقيها وتحسسيها ان انت ما شاء الله عليكي بتضربي الارض كده، بتلاقي نفسك فرشتي وجهزتي وظبطتي حياتك ودنيتك تمام؟ يا جدعان لسه يعني مش عارفه بيسموها ايه، مش حاجه كده يعني في التأني السلامه، ومش عارفه ايه كده الندامه. فنتأنى وربنا يكرمنا ان شاء الله، ربنا يراضينا وهنفرح وبس. فهسيبكم بقى في حفظ الله ورعايته، ما تنسونيش كده بدعوه حلوه. والله مش هطول عليكم اكتر من كده، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. سلام.